الطبيعي عزيزي المشاهد إن بطل الإيسيكاي لما يموت وقبل ما يتنقل لعالم آخر بيكتسب نوع من القدرات، زي مثلا قوة مميزة أو أمنية معينة. والمعروف إن الأمنية دي بتكون قوة خارقة أو خلود، يعني من الآخر كده أي حاجة تخليه أوفريتد في العالم اللي هيتنقله. لكن بطل الأنمي اللي جاي أحكي لك عنه النهاردة اختار بطله إنه يكون معاه جواله في العالم الآخر. والله زي ما بقول لك كده. فكفاية بقى مقدمات ونبدأ حكايتنا مع أنمي إيسيكاي وو سمارت فون توتومو. بتبدأ حكايتنا مع بطلنا ميتشوزوكي تويا وهو قاعد في مكان في السماء مع راجل اتبين إنه حاكم هذا الأنمي. بيبدأ الحاكم يفهمه إن مات بسبب غلطة غير مقصودة وإنه عايز يعتذرله، فبيعرض عليه إن يتم إرساله لعالم آخر كتعويض على اللي حصل. طب قشطة، ليه لأ؟ وفعلا بيوافق بطلنا، وقبل ما يرسله قال له ليك أمنية عندي. وزي ما شرحنا في البداية، تويا اللي ربنا يهديه اختار إن يتم إرساله للعالم الآخر مع جواله، وفعلا بيلاقي نفسه في عالم غير العالم اللي كان فيه. وفجأة بيتصل بيه حاكم العالم وبيقول له إنه عدل شوية حاجات كده ومن ضمنها خرائط جوجل عنده عشان تتناسب مع العالم الجديد. ولسه البطل بيقول يهادي وبيتجه لأقرب مدينة، بيلاقي واحد كده باين عليه العز ونازل جاري من عربة بتجرها خيول عشان يعرض عليه شوية عملات ذهبية مقابل ملابسه. وفعلا بيوافق البطل على طلبه الغريب وأهي توصيلها ببلاش، وبيتجه معاه للمدينة. وهناك بياخدوا العملات الذهبية وشوية ملابس، وبالمرة كده بيسألوا عن فندق كويس يبات فيه قبل غروب الشمس. ما هو مش طبيعي يعني يبقى لسه قابض ويبات في الشارع، مش منطق يعني. وفعلا بيقول له عن فندق اسمه القمر الفضي. وهو في طريقه بقى ليه بيلاقي بنتين كل واحدة منهم أجمد من التانية، وواضح قوي إنهم اخوات وواقعين في مشكلة. وهنا بقى الشهامة تظهر، وفي لقطة كده آخر شياكة الواد بيتدخل. ده ما يعجبهوش الكلام، فتويا يسكت. لا والله، مسك وعمل منه كفتة، ولسه بيشوف التاني ايه وضعه لا البنتين خلصوا عليه. وهنا بيفصل لنا الكاتب ان حاكم العالم اعطاه نوع من القوة عشان ما يموتش بسرعة وكده. وبعدها بيتعرف تويا على البنتين واللي اسمهم لينزي وإلزي، وبيعرف انهم بيعيشوا في الفندق اللي هو نفسه متوجه ليه. هي محاسن الصدف. فبعد ما بيروح وبيخلص كل اجراءات الحجز، بيستكمل جلسة التعارف مع لينزي وإلزي، ومن ضمن الكلام بيسمعهم بيتكلموا عن التسجيل في احدى النقابات. فالمعلم ما بيصدق، فبيطلب منهم انه يروح معاهم بسبب رغبته في ان يكون عنده شغل. فبعدها بيتوجه الثلاثة للنقابة، وفي تلك الأثناء بيكتشف بطلنا انه مش قادر على قراءة اي حاجة. يا حلاوة. وفي وقتها بتطمن إلزي عليه، فقال لها انه بكامل الأسف لا يستطيع القراءة. يا جدع وربنا اتحركت له. المهم لينزي هي التانية بيقع اختيارها على مهمة اصطياد 5 ذئاب وحدة القرن. وصراحة مش عارف الكاتب كان بيفكر في ايه لما اخترع الوحوش دي. وكالعادة عمنا تويا بيفتكر انه معهوش اي سلاح ينفع للقتال، فبيقع اختياره على سيف من نوع ايشن. او بعد تأكيد الخطة واللي هتكون عبارة عن ان كل من إلزي وتويا في الطليعة بينما لينزي هتكون في الدعم، بيتوجه الثلاثة للاصطياد. وعلى راسهم تويا اللي كان عامل شغل جمدان ومولع الدنيا بطريقة قتاله. فبيلاحظ خلال القتال ان لينزي بتستخدم السحر بكفاءة عالية جدا. او بعد اصطيادهم ل5 ذئاب بيروحوا يسلموا قرونهم للنقابة كإثبات على إنجاز المهمة. وبعدها بنعرف انهم شكلوا فريق، ووقتها بيطلب منهم تويا انهم يعلموا القراءة والكتابة بدل ما هو حتى مش عارف يقرأ مهماته. وبالمرة بينتهز الفرصة وبيسأل لينزي عن السحر وكيفية استخدامه. وهنا بتوضح ان الجميع في هذا العالم عندهم طاقة سحرية، لكن مش كل الناس عندها المؤهلات اللي تخليهم يستخدموا السحر. وهنا بيزيد فضول البطل وبيسأل عن طريقة يقدر يعرف بها مؤهلاته. فبتخرج لينزي 6 أحجار سحرية وبتمسك أحد الأحجار واللي بيكون بالمناسبة حجر الماء، وبتوريله طريقة استخدامه بما إنه الأسهل. وبالفعل بتقدر تنتج كمية من المياه، وده عكس أختها إلزي اللي ما بتعرفش تستخدم غير سحر التحصين. وهنا بطلنا حب يجرب، ولسه بنقول بسم الله، فجأة بتنهمر كمية مرعبة من المياه بفعل سحره. وساعتها بيطلع الثلاثة لمكان مفتوح بدل ما المكان كله يغرق، وبالمرة يجربوا باقي العناصر. وعنصر ورا التاني بيثبت تويا إنه عنده مهارة غير معقولة في استخدام السحر. كل العناصر شغالة معاه، مفيش حاجة منهم بتقول له لأ. والعجيب إن بالنسبة لإلزي القادرة على استخدام 3 عناصر، إنك تلاقي حد زيها فده نادر جدا، لكن إنك تلاقي حد بيستخدم 6 عناصر فده مرعب لدرجة فوق ما تتصور. فوقتها بيلفت انتباهه حجر لونه غريب كده، فبيعرف بطلنا منهم إن اسمه حجر السحر الصفري أو السحر الخاص، لأنه على عكس باقي الأحجار فده ملهوش أي عنصر تقدر تتحكم فيه. يعني تقدر تقول عنه إنه بيعمل اللي عايزه مستخدمه، زي فتح البوابات أو استدعاء كائنات وإلى آخره. وهنا بطلنا حب يجرب يفتح بوابة باستخدام السحر الصفري، لكن المفاجأة إنه قدر فعلا يفتح بوابة بامتياز كمان من أول محاولة.
وهنا الأختين بيتعجبوا منه، وبتقول له لينزي إنه شخص غريب جدا، وده لأن عمرها ما قابلت شخص قادر على استخدام كل أنواع السحر مرة واحدة، وده يعني لو ما كانش الوحيد في العالم ده أصلا. وبعد كده بيتوجه الثلاثة للعاصمة الملكية عشان يسلموا رسالة بعد ما رفضوا مهمة لقتل بعض الوحوش من فئة الصلايم، وده بسبب شكلها المقزز وإلى آخره. وفي تلك الأثناء بيلاحظ تويا تجمع مجموعة من الناس، ولما بيروح يشوف في إيه اللي بيحصل بيلاقوا بنت لابسة ملابس ساموراي وبرضه واقعة في مشكلة مع شوية قطاع طرق، وده لأنها مسكت مجموعة منهم وبعد ما روقتهم سلمتهم للحراس. فصاحبنا ده ما يعجبوش الكلام، فالست ساموراي تسكت. لا والله البنت بحركات جامدة آخر حاجة أخدتهم يمين في شمال والدنيا آخر حلاوة، واللي بعده يا هناه يا سعده. ولكن ولسبب ما بتتوقف عن الحركة فجأة وخلاص، وقبل ما التاني يضربها كان صاحبنا الشهم تويا كالعادة بيتدخل وبينقذ البنت. إليزي بتتعصب هي كمان من تويا، وده لأنه دايما حاشر نفسه في المشاكل، ونزلت خبط طحن في بقية المجموعة والبنت ما بترحمش. يا نهار أبيض يا جدعان، العيال سووا بيهم الأرض. وقبل ما يوصل الحراس تويا بيروح وبياخد البنت وبيخلعوا من المكان، وبعد وصولهم لمكان آمن بتشكرهم البنت الساموراي على إنقاذها، واللي طلع اسمها ياي، وعرفوا إنها جوالة من بلد اسمها إيشن في رحلة لصقل مهاراتها، وبالصدفة بتكون متوجهة برضو للعاصمة الملكية. سبحانه. وبعد كده بيستأنف رحلته مع الأختين بالإضافة لياي اللي قررت ترافقهم، وخلال الطريق بتاعت لينزي كتاب تعويذ للسحر الصفر لتويا، واللي بيلاقي إن أغلب التعويذ فيه ملهاش أي لازمة، لكنه لقى برضو شوية تعويذ ممكن تكون مفيدة واللي ممكن يكون عليها القيمة شوية، واللي زي مثلا تعويذة لجلب الأشياء البعيدة، وتعويذة لتقليل الاحتكاك أو الانزلاق، والتعويذة الأخيرة اللي معانا تعويذة لتقوية الحواس زي السمع والبصر إلى آخره. فبيحاول تويا يستخدم تعويذة تقوية الحواس، وفجأة بيشم رائحة دماء وعلى طول بيتوجهوا بسرعة نحو الرائحة دي، وفجأة بيلاقوا جيش من الجوتزريلات بيتحاربوا مع مجموعة من الفرسان اللي بيحموا عربة واللي شكل فيها حد مهم. ولكن عمنا تويا بيشترك على طول هو وشلته وبيقتلوا عدد كبير من الجنود السحالي، لكن عددهم بيرجع وبيزيد خلال المعركة، فبيلاحظوا ساحر ورا جيش السحالي ويستنتجوا ساعتها إن هو اللي بيستدعيهم، وبسرعة بيهاجموا تويا وبيعرف يهزمه وبينقذ الفرسان. وفجأة بتخرج بنت كاوايي من العربة وبتقول لهم أرجوكم أنقذوا ليم، وبسرعة بيدخل البقية العربة وبيلاقوا ليم وهو رجل عجوز مصاب بسهم في صدره وكان بيحتضر، وبسرعة بيستخدم تويا تعويذة جلب الأشياء، وبمهارة بيسحب السهم وبيستخدم سحر الشفاء وبيقدر ينقذ ليم. وبتشكرهم البنت واللي طلعت من العائلة الملكية ابنة أخ ملك البلاد، وبالمناسبة عزيزي المشاهد اسمها سوشي، وبيعرف إن ليم هو كبير الخدم. فبعد ما بيشكروه بيعرف تويا برضو إنهم بمحض الصدفة البحتة متوجهين للعاصمة الملكية. سبحانه للمرة التانية، ده إيه الصدف اللي بتيجي في وقتها دي؟ وبعدها بيتوجه تويا لقصر أخو الملك واللي هو أبو البنت، والأب بيبدأ يعبر عن جزيل شكره بعد كل اللي عمله مع بنته وكبير الخدم. وبعد مدة من الحوار ما بين الأب وما بين تويا بيعرف تويا إن زوجته إيلين فقدت بصرها بسبب حادثة منذ 5 سنوات، وإنهم مش لاقيين أي ساحر شفاء يقدر يساعد حالتها، وإن الوحيد اللي كان قادر على كده هو والد إيلين واللي كان ساحر متمرس في الماضي، إلا إنه مات بسبب كبر سنه. عمره انتهى عزيزي المشاهد. بعدها بتقترح لينزي وباقي الشلة إنه يحاول يساعدها بقدراته في السحر، وفعلا بيحاول تويا وبينجح وبيرجع البصر لإيلين. وفي مشهد جميل بتتجمع الأسرة والسعادة بتغمرهم، وكتعبير عن امتنانه بيعطيه أخو الملك كيس فيه 40 عملة بلاتينية، ده اللي بيخلي إليزي مصدومة ومرتبكة من العدد، وده لأنها بتعادل 40 مليون ين. ومش بس كده، وكمان أعطاهم ميداليات العائلة الملكية واللي تعتبر كتصريح لدخول أي مكان حتى لو هو مخصص لدرجة النبلاء، وده بيخلي تويا يتراجع عن فكرة قبول المبلغ ده. ولكن أخو الملك بيقول له اعتبره مساعدة في بداية رحلتك كمغامر، ومن خبرتي في الحياة يا عم تويا أحب أوجه لك حكمة، ومفادها إن اللي هتاكله بط بط هتدفع ثمنه وز، يعني من الآخر كده اقبل وانت ساكت. وبالفعل تويا بيعمل بالنصيحة، وبعدها بيستأذن هو وشلته بعد توصيلهم رسالتهم. وهنا بتقرر ياي إنها ترافق تويا ولينزي وإلزي، وده لأنها معجبة بقوة وشخصية تويا اللي بيحب يساعد الآخرين، وكانت شايفة إن مرافقته هيكون تدريب جيد ليها. وبكده بيكون فريق تويا 3 أعضاء غيره، لينزي وإلزي وياي ابن المحظوظة كلهم بنات. وبعد تتابع الأحداث العديدة دي بدأ الفريق يستريح من مهماته المستمرة، وفي نفس الوقت تويا كان مدعو لقصر أخو الملك، وبدأ يلعب تويا وأخو الملك لعبة الشوجي، وهي لعبة ممكن تقول عنها ستارت اب شطرنج لسه بيتطور كده يعني. وبعد ليلة طويلة من اللعب بيتوجه تويا وفريقه لمكان أثري على أمل إنهم يجدوا كنز أو قطعة أثرية، وفعلا بيجد تويا إشارة لوجود قطعة أثرية،
وبيروحوا عشان يستخرجوها، ويا ريتهم ما راحوا. في البداية بعد ما وجدوا مدخل المكان واللي كان عبارة عن مكان شبيه بالديماس، ولكن بعد مدة من تقدمهم بيستوقفهم نقوش ولغة غريبة، ودي أشبه بحضارة كانت مفقودة تابعة للمملكة في قديم الزمان. فبيشوف تويا إن من الأفضل أخذ نسخة، ولا ربما تكون شفرة أو شيء لمساعدتهم مستقبلا، ولا ربما أيضا يلاقوا حد قادر على فهم تلك الطلاسم. وبعد مدة من البحث بيلاقوا حجر تعويذ، ومن اللي فهمته إن عند تمرير سحر فيه بيفعل تعويذة، واللي من المرجح إنها تكون فخ. ولكن عشان مفيش أي طريقة تانية لاستكمال التقدم، فبيضطر تويا إنه يفعله، وده بما إنه الوحيد اللي بيملك توافق مع سحر الأرض. وهنا بتتفاعل الكتابة الغريبة مع سحر تويا، وبينفتح ممر مخفي، وهنا بيلاقوا قطعة أثرية شكلها غريب كده، وبيلاحظوا إنها بتمتص الطاقة السحرية أو المانا. وفجأة بتتحول القطعة الأثرية لشيء شبيه بالعنكبوت، وبتبدأ تهاجمهم بكل شراسة، والمكان على وشك الانهيار. بيستخدم تويا سحر وبيخرجهم من المكان بسرعة، وممكن تقول إن ده أول فايت ممكن يجذب انتباهك من أول ما بدأنا. والسبب إن القطعة الأثرية دي اللي بيواجهوها شبه حصينة، ما تقدرش تستخدم عليها أي هجوم بيستخدم المانا أو الطاقة السحرية بشكل مباشر. ده غير إن دراعها سميك جدا واختراقه شبه مستحيل، والفريق كامل بيهاجم بقوته الكاملة لكن بدون أي جدوى. وأخيرا وبعد معاناة عرفوا يفصلوا أطراف القطعة دي، ولكنها بتتجدد من جديد وبتهاجم إليزي بسرعة وبتصيبها إصابة بالغة. وعلى طول تويا بيعالج إليزي قبل ما الإصابة تزداد خطورة. وهنا عمنا تويا بيستخدم عقله أخيرا، وبيلاحظ إن القطعة الأثرية عشان تعود للحياة امتصت طاقة المانا بواسطة جسم كروي أحمر اللون في مقدمة رأسها. وفي الوقت اللي بيحاول كل من لينزي وياي توفير الوقت، كان تويا بدأ في التحرك، وبيستعمل تعويذ جلب الأشياء عشان يسحب الجسم الكروي ده من مقدمة رأسها. والغريب إن خطة تويا بتنجح، وفي أسرع وقت وقبل ما يحصل أي حاجة مفاجأة إليزي بتسحق الجسم الكروي، وأخيرا بينتهوا من أصعب خصم واجههم لحد دلوقتي. ولكن كان من الضروري إن تويا يتوجه لبيت أخو الملك عشان يبلغوا، باعتبار إنهم لقوا الوحش اللي هاجمهم في مكان العاصمة الملكية القديم. فبيقرر أخو الملك إرسال بعثة من أجل التحقيق في الأمر. وكمان كان تويا عمل نسخة من صور النقوش الغريبة اللي كانت موجودة هناك. فوقتها الملك بيتساءل إن كان ده ليه علاقة بحل لغز سبب نقل العاصمة الملكية، وده لأنهم ملقوش أي سجلات بتحكي عن السبب. وإلى يومنا هذا والأمر لغز. وللمرة التانية أخو الملك بيطلب المساعدة من تويا في حل المشكلة دي. وفي اليوم التاني بيروح تويا لأخو الملك، لكنه بيلاقي أخو الملك هو اللي كان بيبحث عنه، وفجأة بيطلب منه إنه يرفف عربته، وبيبلغه بخبر صادم. الملك اتسمم وحاليا هو بيحتضر. بينصدم تويا وبيكمل أخو الملك كلامه وبيقول له إنه على الأغلب إن واحد من نبلاء القصر المعارضين لقرار التبادل التجاري مع بلد اسمها ميسيميدي هم وراء الموضوع ده، وممكن كمان يكون بهدف الحصول على السلطة من خلال الزواج من بنت الملك الكبرى بعد موته كزواج سياسي. وبعد كده بيسأله تويا يعني انت برضو عايز مني ايه دلوقتي؟ قال له عايزك تستعمل سحر الشفاء اللي استخدمته على مراتي إيلين. وبعد موافقة تويا بيتوجه الاتنين لقصر الملك، واللي أول ما بيوصلوا بيقابلوا واحد من نبلاء القصر الملكي واسمه بلسا، واللي اتضح من أول ظهور ليه إنه شخصية حقيرة جدا، وإن كل اللي عايزه إنه يثبت إن سفيرة بلاد ميسيميدي هي المسؤولة عن تسمم الملك، لكنهم بيتجاهلوه وبيكملوا طريقهم نحو غرفة الملك. وأخيرا بيوصل تويا لغرفة الملك واللي كان بيحتضر بفعل السم، وبسرعة عمك تويا بيستخدم سحر الشفاء وبيقدر يزيل مفعول السم من جسد الملك. وربنا لو كانت كل حاجة بالسهولة دي ما كان حد غلب. وطبعا بينذهل كل اللي في الغرفة من قدرة تويا، وخصوصا من قدرته على استخدام سحر مفقود زي الشفاء. وبعد تقديم تويا نفسه للملك وبقية الموجودين، واللي كانوا يومنا ابنة الملك وكمان زوجة الملك، وليون أحد القادة واللي كان معجب بتويا بشدة، واللي كان أشد ذهولا منه هي تشارلوت، ودي عزيزي المشاهد الساحرة الرسمية للعائلة الملكية. وبعد دقايق من تحسن صحة الملك بيقول إنه شاكك إن أحد من نبلاء القصر المعارضين هم وراء الموضوع ده. وهنا بيقول له أخوه إنه فكر في نفس الكلام، إلا إن كل الأدلة الموجودة بتثبت إن السفيرة أوليجا هي السبب وراء تسمم الملك. وهنا بيقرر الملك استدعاء أوليجا عشان يستجوبها. وهنا بيفتكر تويا إنه ساعد أخته أوليجا الصغرى بعد ما ضاعت من أيام قليلة، فبيتدخل تويا وبيطلب إنه يشوف الغرفة اللي حصلت فيها حادثة التسمم. وكان ده طبعا بعد ما اتأكد إن كل حاجة في الغرفة زي ما هي من بعد الحادث. وبيتجه تويا للغرفة وبيستخدم سحر صفر للكشف عن السم، وبيكتشف شيء غريب. وبعدها بيطلب من جميع النبلاء في القصر إنهم يحضروا، وبيطلع زجاجة من النبيذ اللي هي الخمرة والعياذ بالله. هو بيجيب كأس وبيخلي ليون يشرب منه وما بيحصلش حاجة، وده كان عشان يثبت إن الخمر مش مسمم. وبعدها بيصب كأس تاني، لكن المرة دي في كأس من كؤوس شرب الملك، وبيختار إن يشربها بلسا. وبيبدأ بلسا بالتهرب من شربها، ولكنه بيشربها في الأخير. وبعدها بيبدأ يطلب المساعدة، وده لأنه كان فاكر إنه اتسمم. وبعدها بيقول له تويا ما تخافش يا صاحبي،
أنا مسحت السم اللي كان على حواف الكأس. وهنا تويا بيسأله ليه افترضت يا بلسة إن الكأس كان مسمم، وبيبدأ يوضح تويا إنه بعد ما استخدم سحر الكشف عن السم عرف إن السم موجود على حواف كأس الشراب بتاع الملك، وإن الخمر كان خالي من السم. وبسرعة بيحاول بلسة يهرب، لكن تويا بيستعمل سحر الانزلاق وبيقدروا يمسكوه. وهنا بتبدأ بنت الملك يومنا تعجب بتويا، وعلى حين غرة وتويا قاعد يشرب شاي مع الأسرة الملكية بتشاور يومنا على تويا وبتقول هو ده الراجل اللي عايز اتجوزه يا دادي. وبينصدم تويا بسبب إنه أول مرة يقابل البنت، ده غير إن البنت عندها حوالي 12 سنة. والغريب والعجيب عزيزي المشاهد إن الملك بيوافق، وإن أخو الملك بيبارك له، وإن زوجة الملك بتقول له إن عايزين نقيم احتفال للحدث ده. يا أخي تحس إن البنت كانت عانس وفجأة وجدوا لها عريس. وبنرجع لتويا اللي بيحاول يتهرب من الجواز، هو بيقول طب انتوا حتى متعرفوش مين أنا. راحت زوجة الملك قايلة شكلك طيب يا ابني وابن حلال. وهنا بيلفت نظرهم إن هو عنده 16 سنة، ويومنا اللي المفروض تكون العروسة عندها 12 سنة، وده كمحاولة للتهرب يعني. وبيرد الملك عليه إن هو يتجوز أم يومنا لما كانوا عندهم 14 سنة. وأخيرا تويا بيجد حجة مؤقتة، لكن تظل حجة، وهي إن في بلده الرجالة ما بتتجوزش قبل 18 والبنات قبل 16. لكن الملك لا يعرف اليأس، فبيقول له عادي ولا يهمك، خد لك فترة خطوبة انت ويومنا تتعرفوا على بعض، حبيتها كان بها، ما حبيتهاش يبقى انت فاري. وبيوافق تويا بكل أسف. وبعد الحديث المريب اللي فات تويا حب يرتاح له شوية، وفي الوقت ده بيتصل بيه حاكم العالم وبيبارك له بمناسبة جوازه، وبيقول له إن تعدد الزوجات في العالم ده شيء طبيعي جدا، يعني مثنى وثلاثة ورباع وكمان خماس كمان. وبعدها بيوم بيتوجه تويا برفقة خطيبته يومنا للفندق اللي كان قاعد فيه مع لينزي وإلزي وياي، واللي بيتفاجئوا بخطبته. وبعد مدة من الكلام بتقرر يومنا إنها تعيش معاهم، وإنها كمان تشترك في أشغال النقابات. وبيسألها تويا انت فاهمة انت بتقولي ايه؟ أو أصلا ممكن يحصل لك ايه والمخاطر اللي ممكن تتورطي فيها؟ فقالت له إنها فاهمة كويس جدا. فبعدها على طول بيجي لهم مهمة، وبيطلعوا كلهم في حملة لاصطياد مجموعة من الوحوش اللي اسمها القردة الملوك، واللي بتتميز بضخامة حجمها. فبيعيد تويا عليها السؤال تاني، يا بنتي انت متأكدة؟ فردت عليه وقالت له إنها من الآخر كده بتعرف تستخدم السحر كويس جدا، حتى سحر الاستدعاء، وإنها بتعرف تستخدم السهام برضو على قدر من الاحتراف. وفعلا بتستدعي يومنا مجموعة من الذئاب الفضية، وده عشان يكون إلهاء لجذب الوحوش. وبعد مدة بتوصل الوحوش وبتبدأ المواجهة ضد تويا وفريقه اللي بيسحقوهم سحق تام. وبعد نهاية المهمة بيطلب تويا من يومنا إنها تعلمه سحر الاستدعاء، وفعلا بتعلمه. وبيحاول تويا يستدعي وحش، وبيستدعي وحش فعلا بهالة مخيفة. وبيتعرفوا يومنا إن الموضوع ما خلصش لحد هنا، وإن عشان يكون الوحش ده ملكه لازم يبرم معاه ميثاق. والوحش بيبدأ يتكلم ويقول لها انت بتستخفين بيه على فكرة. ويظهر الوحش بهيئته الشبيهة بالنمر الأبيض، وبيتضح إنه على عكس جيش السحالي اللي شفناه قبل كده، وعلى عكس الذئاب الفضية، فهو مش وحش سحري بل وحش سماوي، وإن اسمه العاهل الأبيض، وهو من أعلى الوحوش رتبة اللي يمكن يستدعيها شخص. فبيسأل تويا الوحش السماوي بيقول له يعني من الآخر كده إزاي أبرم عقد معاك؟ فبيقول له إنه يوريه كمية ونوع المنى اللي عنده. وبيحط تويا إيده على رأس الوحش السماوي، وبيبدأ يضخ كمية هائلة من المنى لدرجة إن الوحش بيفقد وعيه. وبعد الواقعة دي بيشهد الوحش السماوي بكفاءة تويا وإنه ملائم عشان يكون سيده، وبيطلب منه إن يمنحه اسم، وهنا بيسميه تويا كوهاكو، واللي بتعني النمر الأبيض بجوار الملك. ومتسألنيش الكلام ده كله ازاي في الكلمة دي. وبكده بيكون تويا اكتسب أول استدعاء ليه، ولكن بيرفض تويا إن كوهاكو يرافقه بهيئته الطبيعية عشان ما يبثش الرعب في قلوب الناس. وعشان كده بيتحول كوهاكو لقطة رومي صغيرة. يا أخي سبحان المعز المذل من نمر القطة. وبكده يا صديقي نكون خلصنا أول جزء من أجزاء حكاية تويا، وإن شاء الله ننزل باقي الأجزاء مستقبلا. ولو عجبك الفيديو فأنت مستني إيه؟ اعمل لايك وسبسكرايب للقناة، وقول لي رأيك في التعليقات عشان يهمني. ولو عايز سلسلة عن أنمي معين قول لنا وإن شاء الله نعملها مستقبلا. وبس كده، كان معاكم محمد سالم، ودمتم في رعاية الله.